السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهاردة بقى هبدأ يومي معاكم. ده تاني يوم اللي رجعت فيه من عند ماما. ده كان تاني يوم. يعني بدأت معاكم اليوم كده من أوله، عملت فيه حاجات كتير، كان فيه كده شوية نشاط وحيوية، وحسيت ان انا استغلت اليوم صح. اول ما صحيت من النوم كده طبعا ببتدي ان انا اكل الطيور. بخش للطيور البلدي اللي هي عندي على السطح، بدخل لهم بقى الاكل والميه بتاعتهم. وبعدين على طول بعد كده بدخل للفراخ البيضة او للكتاكيت اللي انا جايباها الدورة الجديدة. يعني دي اول حاجة بعملها في اليوم، علشان طبعا الطيور يعني ما بتنطقش تقول انا جعانة ولا عطشانة، فلازم يعني اول حاجة نعملها ان هم ايه، ياكلوا ويشربوا. بعدين بدأت بقى، كان ابني مولع ولعة كده من السقعة بالليل وقاعد على السطح. فقلت طبعا لما نفض السجادة اللي كانت محطوطة، والطبق ده كان موجود من يوم ما هزيت القمح، نسيته على السطح وما دخلتوش. فشلت شوية الحاجات دي كده، وقلت بقى هكنس قدام باب الشقة واكنس السلم، علشان ايه يعني لما ابدأ شغل في الشقة يبقى ايه السلم وقدام باب الشقة نضاف، يعني ما فيهمش تراب ولا حاجة. فدلوقتي بقى بدأت كده هكنس السلم، وهكمله بقى لغاية تحت، وهبقى تاني يعني المقطع اللي جاي ان شاء الله هكون داخلة فيه بقى ايه للكتاكيت البيضة، علشان احط لهم المية والاكل بتاعتهم. ويا جماعة ما تنسوش لو سمحتوا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا لي تعليق، يعني قولوا لي رأيكم ايه في الفيديوهات. عايزة شوية تشجيع كده وحماس، بحيث ان انا ايه يبقى عندي نفسي انزل فيديوهات تانية. فما تنسوش لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك، ولو ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا. كنست السلم بقى لحد الحتة دي كده، وقلت بقى طلعت عشان اجيب الجاروف علشان لما اكمل السلم الم بيه التراب. دلوقتي بقى دخلت للكتاكيت البيضة. طبعا بهزلهم بقى العلف، بيكونوا هم حاطين عليه نشارة مع الاكل بتاعهم. آه، بيبقوا مبهدلينها كده، فبيبقى العلف ايه مليان نشارة، ممكن ما يعرفوش ياكلوا منه كويس. فبنضف لهم العلف كده، اي نشارة فيه او اي حاجة بشيلها، وبرجع ايه احطه مكانها، يعني احطها مكانها تاني. دلوقتي بقى هاخد المية عشان اغيرها لهم. هحط لهم بقى التحصين. احنا كنا متفقين ان اول يوم بنستقبلهم على كيس محلول معالجة الجفاف، او على ميه بسكر لو انت ما لقيتيش يعني محلول في معالجة الجفاف في الصيدليات، عشان قلت لكم هو قعد شوية ناقص. فمش مشكلة، بتستقبليهم على ميه بسكر. بعد بقى اول يوم، يعني ده اول يوم لما بستقبلهم على المحلول معالجة الجفاف. من تاني يوم ببتدي استقبلهم على التحصين اللي انا وريته لكم في الفيديو اللي فات او اللي قبله. بتحطي معلقة يعني جرام من كل كيس، وكمان بتحطي معاهم سنتي من الفلاجيل اللي هو المطهر معوي، او امريزول اللي تلاقيه في الصيدلية يعني. بتتحط لهم التحصين دوت من 3 ل5 ايام، بتفضلي مستمرة عليه. برضو في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هنكمل مع بعض الدورة، واي علاج او اي حاجة انا هحطها لهم ان شاء الله هفيدكم بيها، وهقول لكم عليها ازاي نمشي لغاية اخر الدورة باذن الله. بعد كده طبعا طلعت بقى علشان ايه، ابتدي اروق كده الشقة واشوف ايه اللي ورايا، لان زي ما قلت لكم انا كنت عند ماما قعدت يومين. فطبعا بقى سايبة البيت يومين، لازم هرجع على ايه. يعني اكيد عايز حاجات كتير تتوضب، وعايز حاجات كتير تتظبط. فطلعت بقى ايه، بدأت كده ان انا وبس بقى. دلوقتي بدأت يعني اروق كده في الركنة، برضو ترويق كده على خفيف وتظبيط، يعني الحاجات اللي عايزة تتظبط يعني. آه، لانه مش محتاجة يعني يعني مش محتاجة ترويق كتير او حاجة. هو مثلا لما كنا مكان ما كنا قاعدين بالليل ومتغطيين قدام التلفزيون، شنطة محطوطة حاجات كده يعني. فضيت السلات وبحط دلوقتي مكانهم، بحط في كل سلة كيس يعني نضيف. والترابيزة دي هدخلها جوه علشان تتغسل، هي والعلبة بتاعت المناديل برضو. ويعني بنحاول نظبط كده وننقذ ما يمكن انقاذه.
زي ما انتوا شايفين كده شنطة بنتي كانت في الدرس فجت حطت الشنطة. يعني شوية حاجات خفيفة، مش ايه آه مش متعبة قوي، بس ايه اللي هي لازم تتعمل يعني. برضو هنا هظبط كده. الفيديو ده الوحيد اللي كل ما اجي امنتج فيه يا دوب يعني امشي شوية في المونتاج ويجيني تليفون، فاضطر اسيبه واتكلم في التليفون وارجع تاني، فهتلاقوني ممكن تهت منكم شوية كده في وسط الفيديو، لاني كنت نسيت بقى انا قلت ايه في الاول. فالمهم بقى هنا كنت بقى الشيلت بتاعت الكنبة دي هي كسوة، فاوقات الكسوة بتروح متحركة كده، الخياطة بتاعتها ما بتبقاش مظبوطة، فبروح مخليها على الناحية التانية بحيث مع القعدة الخياطة بتاعتها تظبط ايه على بعضها، يعني التفصيلة اللي هي من قدام. دلوقتي بقى كنت طبعا كان عندي غسيل كتير، الغسيل ده يعني بيتكاثر ذاتيا، يوميا لازم الاقي ثبت الغسيل ده على الاخر. ليه ما تعرفوش يعني، مش فاهمة. فطبعا بدأت بقى افرز الغسيل الابيض لوحده والالوان لوحدها، والاسود بحطه بقى دورة. عندي غسالة تانية في الحمام، حطاها غسالة اوتوماتيك من اللي هي بتفتح من الجنب، دي بغسل فيها الغوامق والاسود والحاجات اللي زي دي. فهنا طبعا كنت حطيت بقى دورة الغسيل اللي هي الفواتح في الغسالة اللي هي فوق اوتوماتيك دي، وحطيت المسحوق وبظبطها بقى. يعني الغسالة الفوق اوتوماتيك دي ما بخليهاش تعمل دورة كاملة مرة واحدة، لا بخليها مثلا على الغسيل بظبطها 30 دقيقة اللي هي اقصى مدة غسيل فيها وبس، يعني غسيل بس. تخلص ال 30 دقيقة بعملها غسيل تاني برضو 30 دقيقة، وبرجع بعد كده بقى تالت مرة بخليها دورة كاملة اللي هو غسيل وشطف وعصر. كده بتطلع الهدوم نظيفة، وبتبقى ما شاء الله عليها ممتازة. يعني في ناس كتير بتشتكي من عدم نظافة الغسالات الفوق اوتوماتيك، لو عملتي بالطريقة اللي بقولك عليها دي هتلاقيها معاكي كويسة جدا. دلوقتي بوريكم الكوبايات قد ايه طالعة بتلمع من الغسالة ونضيفة قوي. وكل الكلام ده قلت لكم قبل كده برضو في فيديو قبل كده ان انا بستخدم ربع قرص. يا جماعة لو حد قال لي الفري مقاطعة، انا عارفة ان الفري مقاطعة، بس الفري ده عندي من قبل المقاطعة بكذا شهر، لان انا ممكن الكيس الفري الاقراص اللي زي ده ممكن يقعد معايا 9 شهور، لان انا بستخدم زي ما قلت لكم قبل كده بستخدم ربع قرص بس في الغسله، وانا غسالتي كبيره 15 فرد، يعني مش صغيره. بس ما شاء الله الربع قرص بيبقى ممتاز جدا. بقصه بالمقص زي ما انتم شايفين كده، وبينزل منه السائل اللي فيه مع البودر اللي فيه، بقلبهم كويس بمعلقه. ودلوقتي هحط بقى بخلي حتى الكيس موجود ما برميهوش لانه بيكون فيه سائل، فباخد حتة من الورقة او من الكيس بتاع القرص ده، كل مرة بحط حتة لان بيكون فيها شوية سائل. وهوريكم دلوقتي انا بحط قد ايه في المعلقة. يعني تقريبا ما بيكملش نص معلقة، هي ممكن يكون الاضاءة ضاربة قوي بس كده اوضح اهي، مش مكمل نص معلقة اللي احنا بنحط بيها الشاي. بحطه للدورة كاملة يعني، وبملى السلتين فوق وتحت. هوريكم دلوقتي ان انا يعني هبقى هحط فيها المواعين اللي مش نظيفة بتاعت النهاردة، بس مش هتبقى مليانة على الاخر، فمش هشغلها. يعني مش هشغلها كده وهي مش مليانة، لا انا بسيبها لغاية اخر النهار. اي مواعين فيها بتتجمع بروح حطها، واخر اليوم بقى بروح ايه غسلاها، عشان طبعا بتسحب مية وبتسحب كهرباء، فما بحبش اقعد اشغل على شوية صغيرين. لا الربع قرص بيغسل لي دورة كاملة، السلتين بيكونوا مليانين. هنا بوريكم دي اقراص لودفيج عندي برضو، يعني كانت موجودة عندي برضو الاقراص اللودفيج ديت. بعمل القرص بقسمه اربع تربع، يعني برضو بغسل بالقرص 4 مرات. تمام. هو بيكون صلب كده مش زي الفري، فبيتقسم اربع تربع، وبيكون في قرصين صفر كده من النص فوق بعض. بروح اسمهم برضو من النص، بيدوني اربع تربع برضو. مع كل ربع بحط ايه من الدايره الصفرة دي اللي هي زيت. يعني الدايره الصفرة دي اللي عرفته ان هي الزيت اللي هو بيتحط مع الاقراص. فبروح حاطه ربع من الزيت اللي هو الاصفر، وربع من القرص الصلب اللي انا وريته لكم ده، نوعه اسمه لودفيك، مش عارفه هو مقاطعه ولا لا. لكن هو انا اسمع انه الاقراص اللودفيك ديت الماني. وهنا كنت جايبه بقى العبوتين الملح بتوع الغساله وعبوه الزيت. قبل ما اكمل بقى، هنا انا رصيت كده المواعين اللي هي مش نظيفه بتاعت النهارده.
ولسه بقى يعني في اماكن فاضية تاني تاخد كوبايات، وفي اماكن فاضية تاني تاخد اطباق. ففي اخر اليوم بقى هكمل بقية الغسالة. وانا على فكرة الغسالة دي تلات رفوف، يعني في رف للمعالق بس انا شايلاه عشان لما بحط حاجة كبيرة مثلا في السلة اللي فوق كانت بتخبط فيه. فحسيت ان انا لما جبت السلة الصغيرة دي حاطة فيها المعالق قضيت للغرض، وبحط بقى يعني بستغل الغسالة افضل من لما بيكون الرف بتاع المعالق محطوط. هنا بقى الحاجات اللي فضلت اللي مش هتخش الغسالة، كان عندي برطمان اللفت ده كان فاضل منه شوية صغيرين، حطيتهم في الطبق. وهبتدي بقى اغسلهم هما والحلتين، لاني كنت هعمل اكل في الحلتين على طول في اليوم دوت. وزي ما قلت لكم انا ما كنتش هشغل الغسالة غير لما اخلص اليوم بقى في اخر اليوم، عشان اكمل بقية اي مواعين هتتحط فيها واشغلها اخر اليوم. فطبعا انا كنت عايزة اطبخ في الحلل ديت، فغسلتها بقى على ايدي. وهم ما كانوش كتير، يعني حلتين وطاستين تقريبا ألمونيوم، والبطرمان اللفت ده بس. وبعدين رحت غاسله البوتاجاز بقى، بس كان بعيد عن الكاميرا. ويعني اليوم حسيت الحمد لله رب العالمين ان انا انجزت في حاجات كتير بقى. وطبعا عملت اكل، وعملت برضو وصفة حلويات هنزلها لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. بس ما تنسوش يا جماعة تحطوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، وتدوسوا على زر اشتراك لو عجبتكم القناة، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه وتتفرجوا عليه. ما تنسوش يا جماعة اللايك. دلوقتي بقى بعد ما خلصت المواعين، شلت الحافظة اللي انا كنت حطاها في الارض دي وكنست، وهمسح مكانها وهحط حافظة جديدة، لان كانت الحافظة اتوسخت. فحبيت بقى ان انا اكنس وامسح مكان يعني تحتها، وافرش حافظة جديدة. وتقريبا كده يعني الفيديو هيخلص ان شاء الله كده في المقطع ده. فبفكركم تاني لو وصلتوا معايا لغاية هنا من الفيديو وعجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. ولو عجبكم المقطع شاركوه مع اصحابكم، في جروبات انتوا تعرفوها. لو عجبكم يعني، عشان المقطع ينتشر اكتر والقناة ترجع تتنشط تاني من اول وجديد. هنا انا كنت حاطه في الميه جنرال، برضو الجنرال تقريبا مقاطعه، بس برضو كان عندي من قبل المقاطعه، يعني كان موجود عندي. فاللي عنده حاجه طبعا مش هيرميها، لانه يعني دافع فيها فلوس وهي اوريدي موجوده عنده. فهيبقى حرام لو الواحد رمى الحاجه اللي كانت عنده